حبايبي كتاكيتي طلاب تالتة اعدادي، يا رب تكونوا في خير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده احنا معانا اخر ليسون في المنهج، نقدر نقول ان المنهج بتاعنا اتقفل بالشمع الاحمر. معانا ليسون جميل قوي قوي قوي. طبعا زي ما انتم شايفين بيتكلم على حاجه اسمها الهرمونز. طبعا كلمه هرمونات دي بنتريق دايما على البنات، نقول دي هرموناتها كتيره، احنا مش عارفين مالها، مودها متغير، مش عارف مالها والكلام ده كله. النهارده هنفهم يعني ايه هرمون. ويا رب تكون مبسوط ان احنا في اخر ليسون معانا، وان شاء الله ابقى معاكم في اللي جاي وننبسط مع بعض. وانت قدها، وانت كملت معايا طريق حلو قوي قوي، وطبعا صعب بس انت قدها وشاطر وبتسمعني وبتركز. وانا طبعا مبسوطه بكل المسجز اللي بتتبعت والناس اللي بتسال اسئله. انا بنفسي بشوفها ببقى مبسوطه جدا الناس بتسال، وان الناس عايزه تفهم حاجه معينه. طبعا انا بشوف كل المسجات وبرد عليها. لو عندك اي استفسار ابعت لي. يلا نشوف النهارده احنا هناخد ايه. النهارده الليسون بتاعنا بيتكلم عن حاجه اسمها الهرمونز. اوكي كده؟ طيب الهرمونز يعني ايه؟ الهرمونات دي chemical substance، يعني حاجة جوه الجسم. chemical substance مادة كيميائية. طيب المادة الكيميائية دي بتعمل ايه؟ بتعمل كنترول وبتعمل organizes. يعني ايه كنترول؟ يعني بتتحكم، organizes بتنظم most of vital activities، يعني الأنشطة الحيوية in the human body. وايه كمان؟ تعمل حاجه كمان طبعا and organize the functions in the body of living organisms، يعني كمان بتظبط الوظائف جوه جسم الليفنج اورجانيزم، اي living organism. خلاص كده؟ يبقى يعني ايه هرمون؟ chemical substance that organize and control most of vital activities and the functions in the bodies of the living organisms. بصوا حبايبي، يبقى احنا هنا هنتكلم يعني ايه هرمونز. الهرمونز الموجودة in the human body. يعني ايه كلمة هرمون؟ كنا زمان عارفين ان النيرفس سيستم هو اللي بيعمل organize وبيعمل كنترول للفيتال اكتيفيتيز، للأنشطة الحيوية جوه جسم الإنسان. بس الساينتستس العلماء اكتشفوا ايه؟ اللهو الخفي. انا بسميه اللهو الخفي ليه؟ هم اكتشفوا حاجة تانية بتأثر وبتعمل كنترول وبتعمل organize للفيتال اكتيفيتيز، وسموها الايه؟ سموها الهرمونز. تعالوا نقرا كده الجزء ده. we learned from the previous studies. من الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده ان النيرفس سيستم ماله organize and coordinates both of the activities and the functions of the organs of the living organism. هو المتحكم وهو المسؤول عن organize والايه؟ والكنترول للفيتال اكتيفيتيز. زي ايه مثلا؟ مسكت كوبايه شاي لقيتها مولعه، البرين بيدي اوردر في ثانيه لمين؟ للهاند ان هي تشيل، يعني تبعد ايديها بسرعه، ان انت تبعد ايديك تلاقيها في ثانيه الا ثانيه بقى ايديك بعدت عن الكوبايه. نفس الكلام، يبقى النيرفس سيستم هو اللي كان بيعمل ده. كنا واخدين ان هو اللي بيتحكم وهو اللي بيقول لك، بيديك مسجز، بيدي الاورجن مسج ازاي هو يعني يتحرك وهيتاثر ازاي. خلاص تقوم انت شايل ايديك في ثانيه بسرعه، مسج سريعه تقوم انت شايل ايديك. يبقى احنا كان عندنا معلومه ان النيرفس سيستم هو ده اللي ايه؟ المسؤول الاساسي اللي بيورجنايز وبكوردينيت الفيتال اكتيفيتيز. لحد ما الساينتستس ثرو ذير اكسبيرمنتس، من خلال التجارب بتاعتهم and researches، الابحاث طبعا proved that there is another form of organizing and coordinating of these activities، ان في حاجه تانية مسؤوله وبتعمل نفس وظيفه النيرفس سيستم، او بتساعد كمان النيرفس سيستم، اللي هي سميناها مين؟ اللهو الخفي اللي هو الهرمون. طيب لما هنا نيجي نعرف الهرمون هنقول it is a chemical substance. يعني ايه chemical substance؟ يعني مادة كيميائية بتعمل ايه؟ organize وcontrol most of vital activities. most of vital activities. وايه كمان تعالوا نشوف control and organize most of vital activities والfunction، وكمان بتظبط الfunctions in the bodies of the living organisms. in the bodies of the living organisms. وكمان بتظبط الوظائف لمين؟ للأورجنز جوه جسم الايه؟ جوه جسم الإنسان. طيب
طب هنا الهرمونز دي secreted by ايه؟ طب هل الهرمون ده بيطلع من الجسم او secreted؟ ايه مصدره؟ مين اللي بيفرز الهرمون جوه الجسم؟ اقول لك حاجه اسمها الاندوكراين جلاندز. اسمها ايه يا شباب؟ اندوكراين جلاندز. يبقى الهرمونز secreted by الاندوكراين جلاندز. طب تعرفي ايه على الاندوكراين جلاند؟ هقول لك الاندوكراين جلاند دي ductless gland. يعني ايه ductless gland؟ يعني without duct. يعني نقول ايه؟ من غير خرطوم، من غير الفيل ابو زلومه كده بالظبط. يبقى حاجه ليها زي دكت، ليها زي انبوبه او خرطوم. يبقى الاندوكراين جلاند دي ما عندهاش دكت، يبقى دكتلس جلاند، يعني جلاند وزاوت دكت. هي اللي بتعمل ايه يا شباب؟ بتعمل سكريشن للهرمونز، هي اللي بتفرز الهرمونات. طيب يعني انا لما اجي اعرف يعني ايه endocrine gland هقول it is a ductless gland. it is a ductless gland يعني غده من غير duct which secrete الهرمون، هتفرز الهرمون directly in the blood without a duct. directly in the blood without a duct. يعني ايه directly in the blood؟ يعني بتفرز الهرمون directly مباشرة في الدم، من غير ايه يا شباب؟ من غير الخرطوم او الدكت اللي انا قلت لك عليه. يبقى يعني ايه تاني؟ endocrine gland it is ductless gland. مالها؟ secrete الهرمون directly in the blood without a duct. يعني ايه endocrine glands تاني؟ they are ductless gland. مالها الductless gland؟ secrete الهرمون directly in the blood without a duct. يعني هي بترمي الهرمون، بتفرزه في الدم مباشرة من غير ما يعدي على duct. طيب سؤال تاني، طب هل الهرمون ده رايح فين؟ طبعا اكيد الاندوكراين جلاند وهي بتفرز كل هرمون، كل هرمون ده هيروح فين؟ رايح لتارجت سيل معينه. يعني ايه تارجت سيل معينه؟ يعني خليه معينه رايح يعمل شغله. انا رايح المكان الفلاني، انا متوجه، انا عارف انا رايح فين. يبقى يعني ايه تارجت سيل؟ it is the cell in which الهرمون affect it. it is the cell in which الهرمون affect it. هي اللي بيأثر عليها الهرمون. خلاص كده؟ طب تعالوا نكتب كده الجزء ده مع بعضينا. أول حاجة خدناها مع بعض يعني إيه يا شباب؟ الهرمون. What is meant by إيه؟ الهرمون. قلنا هرمون يعني إيه؟ الهرمون هو chemical substance. يعني إيه chemical substance؟ يعني مادة كيميائية. حلو، مادة كيميائية ذات هتعمل إيه؟ that control and organizes. ماشي، هتعمل organizes ل most of vital activities، للأنشطة الحيوية. وإيه كمان؟ and الfunctions. الوظائف in the bodies of the living organisms. living organisms للكائنات الحية. في أجسام الكائنات الحية بتظبط الوظائف للأورجنز، الأعضاء اللي جوه الكائنات الحية جوه أجسامهم. طيب قلنا الهرمون ماله؟ secreted by. يعني إيه secreted by؟ قلنا الهرمون secreted by إيه؟ الاندوكراين جلاند. يبقى الهرمون secreted by يعني مين اللي بيفرزه؟ حاجة اسمها الاندوكراين جلاندز. طيب الاندوكراين جلاندز يا شاطرين سميناهم ايه؟ حد يقول لي سميناهم اسم تاني قلنا عليه ايه؟ ductless gland. يعني ايه ductless gland؟ يعني gland without duct. gland without duct. طيب لما نيجي نعرف what is meant by endocrine gland هقول they are هما ductless glands. يعني glands without duct that secrete الهرمون. تعمل secretion، هي اللي بتفرز الهرمون. طب بتفرزه فين؟ directly in the blood. مباشرة بتحدفه فين؟ في الدم. directly in the blood. directly in the blood without a duct. without ايه؟
adduct من غير الأنبوبة اللي اتكلمنا عليها. طيب سؤال تاني، طب هنا يا شباب احنا قلنا كل هرمون هيروح فين؟ قلنا ان الهرمون بيروح لحاجة اسمها التارجت سيل، يعني كل هرمون عارف هو رايح فين، عارف هو رايح يصيب مين، عارف هو رايح يشتغل على ايه. طيب من هنا نعرف يعني ايه تارجت سيل، او اللي هي السيل in which الهرمون affect it. يعني ايه affect it؟ يعني اللي أثر عليها. طب يا ميس أنا عايز أعرف هي التارجت سيل دي أصلا مكانها فين؟ طيب التارجت سيل دي مكانها far away from الإندوكراين جلاند، بعيدة عن الإندوكراين جلاند. طب تعالوا كده أرسم لكم مثلا حاجة عشان تفهموا الموضوع أكتر من كده. بصوا يا حبايبي، لو أنا هتكلم على الإندوكراين جلاند أهي، لو هعتبر دي كده إندوكراين جلاند، جواها هرمون، جواها إيه يا شباب؟ الهرمون. طيب احنا قلنا الاندوكراين جلاند بتعمل سكريشن للهرمون directly in the blood without adduct. طيب لو انا عندي البلاد فيزل، ده البلاد فيزل، المفروض ان هي بتعمل ايه؟ هتعمل سكريشن للهرمون. الهرمون ده هيبتدي يتحرك فين؟ حد يقول لي. بيبتدي يتحرك في البلاد. طيب المفروض ان هو يروح لفين؟ هيخرج من هنا يطلع على التارجت سيل، السيل بتاعتي. طيب يبقى السيل بتاعتي هتستقبل ايه؟ بتستقبل الهرمونز. يبقى الهرمون هيطلع يسيب مين؟ التارجت سيل بتاعتي. فهمنا؟ يبقى هنا انا بتكلم ان دي داكتيلس جلاند. بعدها تاني، يعني ايه داكتيلس جلاند؟ يعني ما عندهاش انبوبه. تخيل جسمك كله انابيب طالعه وانابيب نازله، يبقى كومبليكيتد جدا، معقد جدا. فاحنا عندنا الاندوكراين جلاند دي جلاند بتفرز الهرمون بس ما عندهاش ايه؟ اي دكت. فهي بتفرز الهرمون يروح فين؟ directly in the blood without any duct to the target cell. to the ايه؟ target cell. طيب التارجت سيل دي قلنا هي السيل in which الهرمون affected، الهرمون أثر عليها. طيب هنا يجي لي سؤال give reason حلو قوي ومهم قوي قوي قوي. بص هكتبها لكم كده باللون الأحمر. يقول لي هنا في الجيف ريزون ايه؟ البلود is the only way، يعني هو الطريق الوحيد for الهرمون. لمين؟ للهرمون. to reach، عشان يوصل to sites of action، يعني الحاجة اللي هيأثر عليها. طب نشيل كلمة sites of action ونكتب target cell. اشمعنى هو الوحيد أو الوسيلة أو وسيلة المواصلات الوحيدة اللي الهرمون بيمشي فيها عشان يوصل للتارجت سيل بتاعتي؟ give reason. ليه؟ هقول له ليه؟ because، عشان ايه؟ اقول له لان التارجت سيل زي ما انا واخده بالي مالها، شايفين المسافه اللي ما بينها وما بين الاندوكراين جلاند كبيره. يبقى اقول له because التارجت سيل located فين؟ very far from، من الاندوكراين جلاند، موجوده بعيده عن مين؟ الاندوكراين جلاند. خلاص كده يا شباب. يبقى عشان التارجت سيل located far away from الاندوكراين جلاند، عشان كده استخدمت البلد ان هو ال only way for الهرمون to reach لمين؟ للسايتس اوف اكشن او للتارجت سيل. طيب تعالوا كده نشوف الجزء ده مع بعض ونقراه من البي دي اف. هنا زي ما قلت لك الاندوكراين جلاند هي ductless جلاند. الاندوكراين جلاند هي ductless جلاند which secrete الهرمون directly in the blood without a duct. directly in the blood without a duct. يبقى هي ductless glands that secrete their hormone directly in the blood without a duct. من غير ايه؟ duct. طيب قال لي ليه البلاد is considered only way for الهرمون which secreted by الendocrine gland to reach their sites of action اللي هي التارجت سيل. دول عشان التارجت سيل مالها؟ التارجت سيل
almost located away from the endocrine gland عشان هي بعيدة جدا عن الاندوكراين جلاند، فاستخدم وسيلة المواصلات اللي هي مين؟ البلود. طيب يعني ايه target cell؟ They are cells that the hormones affect and they are almost located away from الاندوكراين جلاند. يبقى قلنا السيل بتاعتي موجودة بعيدة عن الاندوكراين جلاند. طيب بعد كده بيقول لي give reason، هو ليه اصلا الاندوكراين جلاند انا سميتها ductless gland؟ to because it secrete الهرمون directly in the blood without a duct، عشان ما عندهاش ايه؟ duct، تفرز الهرمونات للدم على طول. طيب قال لي طب احنا عندنا types من الاندوكراين جلاند؟ قلت له انا عندي كام؟ عندي 1 2 3 4 5، عندي 5. اول حاجه معايا هتبقى ايه؟ اول حاجه اسمها البيتيتري جلاند. اسمها ايه يا شباب؟ البيتيتري جلاند. طب تاني حاجه الثايرويد جلاند، دي تاني جلاند معايا. طب تالت واحده الادرينال جلاند. رابع واحده البنكرياس جلاند. طب خامس واحده الريبرودكتيف جلاند. يبقى احنا عندنا كام اندوكراين جلاند؟ عندنا 5. اول واحده بيتيتري جلاند، تاني واحده ثايرويد جلاند، تالت واحده ادرينال جلاند، رابع واحده البنكرياس، خامس واحده الريبرودكتيف جلاندز. طيب مثلا انا لو جيت مثلا اعمل لك كلمه كده خفيفه عشان تحفظ بيها، ممكن ناخد اول حرف ونسميه مثلا ايه؟ نقول بابا. طيب بابا تعب. تعب ايه؟ تعب اكل بيتزا مثلا. انا بألف لك كلمه عشان تحفظها. بابا تعب اكل بيتزا، عشان كده هو رايق. يعني ايه رايق؟ reproductive gland. يبقى بابا تعب اكل بيتزا رايق، او بابا تعب اكل بطيخ رايق. يعني هي كلمه كده يعني نسهل لك بيها الدنيا. يبقى pituitary gland ثايرويد اللي هي تعب التي، pituitary gland ثايرويد gland adrenal gland pancreas والreproductive glands. طب قال لي هنا ايه؟ بيقول لي الاندوكراين جلاند سكريت مور ذان 50 هرمونز. يبقى الاندوكراين جلاندز اللي احنا اتكلمنا عليهم فوق بيفرزوا قد ايه؟ مور ذان 50 هرمونز، اعلى من 50 هرمونز ان ذا هيومن بودي، بس بليميتد كوانتيتيز. يبقى اي هرمون لازم الاندوكراين جلاند تكون بتفرزه بليميتد كوانتيتيز، يعني بكميه محدوده ومعقوله. طيب انت عايزه تقولي لي الهرمون ده سواء قل او زاد يعمل لي مشكله؟ طبعا يعمل لي مشاكل كتير قوي. يعمل لي حاجه اسمها هرمون disorder. يبقى any increase or decrease in the secretion of hormone will cause hormone disorder. will cause hormone disorder. يبقى نعيد تاني. any increase or decrease in the secretion of hormone will cause hormone disorder. will cause hormone disorder. يعمل لي خلل هرموني. يعني ايه خلل هرموني؟ ان انا عندي الهرمون بتاعي يزيد قوي قوي في الدم او يقل قوي قوي في الدم than its normal level، عن المعدل الطبيعي. طيب تعالوا نشوفها. on occurrence disorder، لو حصل disorder in the action of one of the endocrine glands. طب ده يجي ليه؟ اكيد الاندوكراين جلاند حصل لها حاجه it didn't act properly، يعني هي مش شغاله بشكل صحيح، فبالتالي بتفرز الهرمون بشكل غير صحيح. طيب this affect the percentage، بيأثر على نسبة السكريشن الإفراز by increasing or decreasing، بزيادة أو نقص الهرمون ليفل than إيه؟ النورمال ليفل، هو يقل أو يزيد عن المعدل الطبيعي. causing disease symptoms، إن هو هيعمل لي أعراض مرض which cause hormone disorder، ده اللي بنسميه الخلل الهرموني. يبقى هنا لما أجي أعرف يعني إيه hormone disorder هقول it is increase or decrease in the secretion of hormone. it is increase or decrease in the secretion of hormone when the endocrine gland doesn't act properly. when the endocrine gland doesn't act properly يعني إيه الكلام ده؟ يعني زيادة أو نقص في الهرمون بسبب ان الاندوكراين جلاند بتاعتي مش شغاله بطريقه ايه؟ طريقه كويسه. طيب وات هابن؟ ايه اللي هيحصل لو البرسنتج اوف السكريشن للاندوكراين جلاند انكريز اور ديكريز؟ ايه اللي هيحصل لما السكريشن للاندوكراين جلاند يزيد او يقل ذان النورمال ليفل؟ قلناها كوزز، هتسبب لي ديزيزز امراض which known as hormone disorder، تعمل لي خلل هرموني. طيب تعالوا بعد كده هنتكلم على ايه؟ ده وحش الكون. ايه وحش الكون ده؟ ده البابا، الماما،
اي حاجه كبيره عندنا في العيله، اي حاجه كده جامده في العيله. طيب مين ده؟ البيتيوتري جلاند. اول جلاند انا اتكلمت عليها اللي هي بابا، مش انا قلت بابا عايز اكل بيتزا، او بابا عايز لا بابا عايز تعب بيتزا رايق، صح كده؟ طيب انا بحاول اسهلها لكم فما تضحكوش عليا. يبقى الحته دي البيتيوتري جلاند. مالها البيتيوتري جلاند؟ قال لي اول حاجه عايزه اعرفها عن الجلاند الديسكريبشن. يعني ايه الديسكريبشن؟ يعني شكلها. طيب تاني حاجه اللوكيشن. طب تالت حاجه الامبورتنس. وهل الاندوكراين جلاند دي اللي هي البيتيوتري جلاند مش هي يعني نوع من الاندوكراين جلاند؟ فهي البيتيوتري جلاند تايب من الاندوكراين جلاند، فهتعمل سكريت لهرمونز، وعايزين نعرف ايه نوع الهرمونز اللي هي ايه هتفرزها. طب تعالوا كده معايا نلخص الجزء ده. بصوا كده، اول حاجه هتكلم عليها هي البيتيوتري جلاند. طيب انت قلتيلي عايزه تعرفي ايه عن الجلاند دي؟ قلت لك اول حاجه عايزه اعرف الديسكريبشن. الديسكريبشن ده يعني يقول لي وصفها. دي مين؟ دي البابا. طب بابا هتسميها ايه؟ هقول لك لا دي اسمها اسمين. اول اسم معايا اسمها المين جلاند. اول اسم معايا اسمها المين جلاند، يعني الغده الرئيسيه. طيب تاني نيم معايا اسمها الماستر جلاند، كلها اسامي كده مفخمه. ماستر جلاند زي كده اما واحد يروح يعمل ماسترز، عقبالكم كلكم طبعا. يبقى اول حاجه البيتيوتري جلاند مين جلاند او ماستر جلاند، يعني حاجه رئيسيه حاجه اساسيه. طيب اول حاجه في الديسكريبشن، انت عايز تعرفي ايه عن الديسكريبشن؟ وصفها. قلت له والله هي وصفها ايه؟ سمول جلاند. يعني ايه سمول جلاند؟ يعني غده صغيره in السايز of البي سيد. يعني في حجم ايه؟ في حجم نبات البسله، بذره نبات البسله. يبقى احنا عندنا هي small gland in size of pea seed. طيب consists of ايه؟ هي متكونه من ايه؟ consists of two loops. consists of ايه يا شباب؟ two loops، عباره عن فصين. بيبقى شكلها كده يا شباب، يعني بصوا انا على قدي في الرسم، بس هي يعني two loops بشكلهم كده. two loops يعني فصين. يبقى أول حاجة small gland in size of pea seed. تاني حاجة consists of two loops. طب عايزة تعرفي إيه كمان؟ عايزة أعرف هي مكانها فين؟ يعني إحنا اتكلمنا عن شكلها، طيب مكانها إيه اللوكيشن بتاعها؟ أقول لك اللوكيشن بتاعها below the brain. مكانها فين؟ تحت البرين بالظبط. below the brain. طب دي حاجة جميلة. يبقى أول حاجة الديسكريبشن، الشيب، الشكل، اوصفيها لوكيشن below the brain. طيب وبعدين ممكن أعرف إيه؟ عايز أعرف الفانكشن بتاعها. الفانكشن بتاعها أو الامبورتنس بتاعتها، وظيفتها إيه؟ ليه سميتيها ماستر جلاند أو مين جلاند؟ هقول لك ليه. because it controls and organizes activities أو vital activities of most of other endocrine glands. يعني ايه اللي بتحرك الاندوكراين ايه يا شباب؟ endocrine glands، باقي الاندوكراين glands اللي احنا اتكلمنا عليهم. يبقى هي اللي بتحركهم، زي ما انت كده تقول لاخوك قوم اعمل لي كذا، قوم سوي لي كذا، روح هات لي كذا، وهكذا. هي بتبعت اوردرات لباقي الاندوكراين جلاندز ان هم يتحركوا، ان هم يسكريت هرمونز، يبتدوا يفرزوا هرمونات. هي المنبه بتاعهم. لما نظبط المنبه كده عشان يقومنا من النوم، هي المنبه بتاعنا. عشان كده سميتها المين جلاند او ماستر جلاند او وحش الكون. حاجه كده جامده، حاجه هي اللي بتسيطر، حاجه هي اللي بتدي اوردرز واوامر. طيب يبقى الفانكشن بتاعها طبعا ده give reason ليه سميتها المين جلاند او الماستر جلاند.
دي كده اجابه الجيف ريزون، وفي نفس الوقت دي الامبورتنس بتاعتها، دي الاهميه بتاعتها. طيب يا حبايبي، يبقى احنا اتكلمنا هنا، قلنا البيتيوتري جلاند هي المين جلاند والماستر جلاند، والامبورتنس بتاعها ان هي بتعمل كنترول واورجنايزز للاكتيفيتيز، للانشطه of most of other endocrine gland، هي اللي بتحرك لي وبتنشط لي باقي الاندوكراين جلاندز. طيب انت عايزه تعرفي حاجه تانية؟ قلت له عايزه اعرف حاجه كمان. طب عايزه تعرفي ايه؟ هقول لك ايه اللي انا عايزه اعرفه. احنا قلنا ان هي consists of two loops، صح؟ تمام. طيب ايه الفانكشن of التو لوبس؟ يعني التو لوبس مهمين في ايه؟ قال لي each loop، كل لوب secrete different hormones، يعني كل لوب فيهم بيفرز عدد من ايه؟ عدد من الهرمونات. خلاص كده، ودي معلومه مهمه قوي. يعني انت قلتي لي ان الامبورتنس او الفانكشن للبيتيوتري جلاند مهمتها ان هي بتعمل اورجانيزز وكنترول للايه؟ للفيتال اكتيفيتيز اوف موست اوف اذر اندوكراين جلاندز، هي اللي بتحركهم، هي اللي بتقول لهم قوموا اعملوا سووا سكريت الهرمون ده، وهكذا. طيب اتش لوب، كل لوب منهم، مش احنا قلنا ان هي consists of two لوب؟ طب كل لوب، لا، كل لوب بيعمل سكريت لديفرنت نمبر اوف الهرمونز، كل واحد منهم مختص ان هو يطلع لي ديفرنت نمبرز اوف الهرمونز، هرمونات. لوب ده مختص بهرمونات، اللوب التاني برضو بيطلع لي هرمونات. طب احنا عايزين نعرف ايه هم اصلا الهرمونات اللي secreted by each loop. بصوا كده، اول حاجه، وده المين بتاعي ومهم جدا جدا، بنسميه الجي اتش، اللي هو الجروس هرمون. جروس هرمون باين من اسمه حاجه مسؤوله عن الجروس، النمو. طيب اللي هو ايه؟ جي اتش، الجي اتش هرمون ده اول هرمون. طيب انت قلتي ان البيتيوتري جلاند دي بتحفز باقي الاندوكراين جلاندز، قلت له قال لي تي اس اتش هرمون. يعني ايه تي اس اتش؟ يعني ثايرويد جلاند ستيميوليتنج هرمون. ثايرويد جلاند ستيميوليتنج ايه يا شباب؟ هرمون. يعني البيتيوتري جلاند بتبعت هرمون للثايرويد جلاند ان هو يفرز هرمون بتنشط الثايرويد جلاند. طيب ثالث حاجه ادرينال جلاند ستيميوليتنج هرمون، نفس الكلام، تبعت هرمون للادرينال جلاند ان هي تنشط، تخرج هرمون، ادرينال جلاند ستيميوليتنج هرمون. وايه كمان؟ هقول لك عندي مامري جلاند، مامري جلاند اكتيفيتنج هرمون، تعمل اكتيفيت. يعني احنا عايزين المامري جلاند تشتغل. يعني دلوقتي بنوته اتجوزت وبقت حامل، المفروض ان هي تبتدي ايه؟ تاكل البيبي. احنا بنبعت بيتيوتري جلاند بتبتدي تبعت هرمون يعمل اكتيفيشن للمامري جلاند تو سكريت الميلك، عشان تبتدي ان هي تخرج ميلك. ليه كل ده؟ تو سكريت، بنهيئها ان هي تخرج ايه يا شباب؟ تو سكريت الميلك. طيب النقطه اللي بعد كده، البوينت اللي بعد كده، ان هي ايه؟ المفروض فيه هرمون تاني اللي هو ايه؟ facilitating هرمون. facilitating هرمون. طب ده بيعمل ايه؟ during the delivery، اثناء الولاده، حاجه بتسهل عمليه الايه؟ الولاده، هرمون بيسهل عمليه الولاده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كام؟ 1 2 3 4 5. طب انت عندك حاجه كمان؟ قلت له انا عندي هرمون بيعمل كنترول للاماونت اوف water in the body، او بيعمل ريجوليت للاماونت اوف ووتر، هو اللي يعني بيظبط لي نسبه الميه جوه ايه؟ جوه الجسم. يبقى هرمون بيعمل ريجوليت للووتر ليفل او الاماونت اوف ووتر ليفل inside
البودي. يبقى regulate the water level أو amount of water inside البودي. طيب عندك حاجة كمان، عندي reproductive glands activating hormone. reproductive gland أو sexual glands activating hormone. بنبعت هرمون للسكشوال أو reproductive glands إن هي يحصل فيها activation، ودي بتعمل إيه؟ help in growth of the sex organs. خلاص كده يا شباب، يبقى احنا كده معانا كام هرمون بيفرزوا كل لوب. البيتيوتري جلاند بتفرز الهرمونز، قلنا بتروح للاذر اندوكراين جلاندز يبتدي تشغلهم. اول حاجه الجروث هرمون، الجي اتش هرمون، تي اس اتش ثايرويد جلاند ستيميوليتنج هرمون، اصحي قومي افرزي هرمونات. تالت حاجة adrenal gland stimulating هرمون. طيب mammary gland activating هرمون to secrete الملك. طيب خامس حاجة facilitating هرمون during the delivery أثناء عملية الولادة، عايزين هرمون يسهل العملية. طيب رقم 6 regulate the water level أو amount of water inside the body. طيب رقم 7 reproductive gland activating هرمون، عايزين حاجة تحفز reproductive glands. تعالوا نقرأ كده البورت ده من الPDF بتاعنا وبعد كده نكمل مع بعض. طيب بصوا كده، يبقى أول حاجة البيتيوتري جلاند description small gland in size of pea seed. تاني حاجة consists of 2 loops. شايفين شكل ال 2 loops أهو، بصوا الشكل ده شكل ال 2 loops. مكانهم فين؟ below the brain. هنا مكانهم بالظبط بيبقى below the brain تحت المخ. طيب وبعدين اللوكيشن below the brain. طب ايه الامبورتنس؟ secrete hormones that regulate the activities of most of other endocrine gland, so it is called the main gland أو master gland. طيب السكريشن each lobe of the 2 lobe of pituitary gland secrete group of different hormone. كل لوب بيفرز ايه؟ number of different hormones، هرمونات مختلفة. طيب دول الهرمونز اللي احنا اتكلمنا عليهم. اول حاجة الجروس هرمون اللي مسؤول عن الجروس of bones طبعا والمسلز. طيب تاني حاجة الثايرويد stimulating هرمون، ان انا بحفز الثايرويد جلاند بتاعتي ان هي تفرز هرمونات. طيب وبعد كده عندي facilitating هرمون during delivery، حاجة تسهل لي عملية الولادة. طيب هرمون regulate the amount of water in the body، حاجة تعمل لي regulation تنظيم للايه؟ لكمية المية جوه الجسم. sexual gland activating هرمون. مين السكشوال جلاند اصلا؟ لسه هنقولهم مع بعض، التو تيستس والتو ايه والتو اوفرز. طبعا التو تيستس في الميل والتو اوفرز في الفيميل. طيب ده بيعمل regulate للجروث and the development of the sex organs. وبعدين المامري جلاندز activating هرمون، نبتدي ان احنا نبعت للمامري جلاند ان انت تبتدي يحصل فيكي activation وتسكريت ايه؟ سكريت الملك. طيب عندنا الادرينال جلاندز اكتيفيتنج هرمون، هم دول ال7 هرمونز اللي بتفرزهم البيتيوتري جلاند او اتش لوب من البيتيوتري جلاند. طب احنا عايزين نتكلم على اول هرمون اللي هو الجي اتش اللي انا قلت لك عليه، هو مهم جدا جدا لابعد حدود، اللي هو مين؟ الجروث هرمون. طيب الجروث هرمون ده ايه فايدته؟ فايدته هيعمل ايه؟ اكيد هيعمل ريجوليت او هيعمل جروث لمين؟ للبونز والمسلز. هيبتدي ان هو يكبر او يظبط العضلات والايه؟ والعظم، هو المسؤول عن نمو العضلات والعظم. طيب حلو قوي، تعالوا كده نكتب الجزء ده مع بعض عشان تفهموه اكتر. بصوا كده معايا، نختار بس اللون الاسود. قولوا لي يا جماعه بالمناسبه هو اللون الاحمر بيبقى باين ولا لا؟ عشان ايه اكتب لكم، لو مش واضح اكتب لكم بحاجه تانية. طيب بصوا كده، الجروث هرمون اول حاجه الفانكشن بيعمل ايه؟ بيعمل جروث البونز اند الماسلز. يبقى هو مسؤول عن نمو الايه؟ البونز والماسلز. طيب عايزين نعرف عنه حاجه تانية. طيب ايه الديزيزز
resulting from الجروث هرمون disorder. يعني ايه الكلام ده؟ احنا فاكرين كلمة هرمون disorder اللي هي any increase or decrease in the secretion of hormone، اي زيادة او نقص في السكريشن في افراز الهرمون بيعمل لي حاجة اسمها خلل هرموني، هرمون disorder. طيب الخلل الهرموني ده في الجروث هرمون ان هو زاد او قل، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. طب اول حاجة عندي لو حصل decrease في السكريشن، decrease in السكريشن، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة اسمها dwarfism. يعني ايه يا شباب dwarfism؟ يعني القزامة. يعني ايه القزامة؟ البيرسون become dwarf، يبقى ايه؟ قزم. طب ده هيحصل امتى؟ decrease in the secretion of الGH هرمون during ايه يا شباب؟ during childhood. يعني انت عندك الهرمون ده بيتفرز بس بكميات قليلة اثناء الشايلد هود، يعني اثناء الطفولة، مرحلة الطفولة. عندك نقص في الجروث هرمون اثناء مرحلة الطفولة، يعمل لي حاجة اسمها دوارفيزم. يعني ايه دوارفيزم؟ يعني مرض القزامة، يعني البيرسون بيكام دوارف، يصبح قزم. طب التانية يحصل increase، ما ده بقى هرمون ديس اوردر، يعني زيادة ونقصان، يعني increase in السكريشن of الجروث هرمون، ماشي، during ايه؟ برضه during childhood، يعني برضه اثناء ايه؟ اثناء الطفولة. يبقى عندك زيادة في الجروث هرمون اثناء الايه؟ اثناء الطفولة. وعندنا ممثل شهير قوي اللي هو لو تفتكروه في فيلم الناظر تقريبا، اللي هو كان اسمه ميخا. ميخا ده هتلاقوا عنده اللمس او البون لامبس، يعني الاطراف بتاعته كبيره، ايديه كبيره ورجليه كبيره وراسه كبيره، تلاقوا كده كل اورجن كبير. ده عنده ايه؟ ده عنده increase in the secretion of الجروث هرمون during childhood. وهو طفل كان الجروث هرمون عنده كتير، فده عمل حاجه اسمها ايه؟ جايجانتزم. عمل حاجه اسمها ايه يا شباب؟ جايجانتزم. يعني ايه جايجانتزم؟ يعني مرض العمالقه، ان انت تبقى عملاق، جاينت، عملاق. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن diseases resulting from الجروث هرمون disorder. حصل disorder في الجروث هرمون. طيب عندي يا decrease يا increase. decrease في السكريشن during من اساس الشايلد هود يعمل لي حاجه اسمها dwarfism، مرض القزامه، فالبيرسون become dwarf، يصبح قزم. طب الثانيه increase in the secretion of الجروث هرمون during الشايلد هود يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ gigantism، اللي هو ان انت تكون ايه؟ عملاق، وعندك البونز لمس اللي هي الاطراف كبيره، large. يبقى انا هنا هتكلم على الجروث هرمون. it controls the speed of growth rate، بيتحكم في سرعه النمو of البادي muscles، للماسلز وللبونز وللايه؟ للاذر organs. so it determines the height that the person will reach. هو اللي بيعرف لي انا هوصل الهايت بتاعي، ارتفاعي هيوصل قد ايه when he becomes a fully grown، لما اكبر خلاص اوصل لمرحله البلوغ. طيب الجروث هرمون has important role in the growth of bones and the muscle. يبقى الامبورتنس of الجروث هرمون بيعمل لي جروث للبونز وللايه؟ وللماسلز. طيب عندي some diseases، امراض معينه resulting from الجروث هرمون disorder. حصل خلل في الجروث هرمون هيجيب لي حاجه اسمها الدوارفيزم، القزامه. تاني حاجه اسمها ايه؟ جايجانتزم، اللي هي ان انت تكون عملاق. طيب الدوارفيزم جاي منين؟ decrease in the secretion of الجروث هرمون at the childhood. طب الجايجانتزم increase in the secretion of الجروث هرمون at the childhood. طب ايه اللي هيحصل؟ ان البادي ستوبس جروينج. لو عندك ديكريز في السكريشن يعني هيحصل ان البادي ستوب جروينج، هيبطل نمو. سو البيرسون بيكام دوارف، يصبح ايه؟ يصبح قزم. طيب a continuous growth in limb bones، ان انت اطرافك تبقى كبيره. طيب سو البيرسون بيكام a giant، هيصبح ايه؟ هيصبح عملاق.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن البيتيوتري جلاند، قلنا الديسكريبشن بتاعها، قلنا اللوكيشن بتاعها below the brain، قلنا ايه الامبورتنس بتاعها، بتفوق كل الاندوكراين جلاند تقول لهم قوموا اتحركوا افرزوا هرمونات. هي الماستر جلاند سميناها ماستر او هي المين جلاند. قلنا ايه الهرمونز اللي هي بتفرزهم، اتكلمنا على واحد منهم اللي هو الجروث هرمون. تعالوا نشوف بعد كده هنقول ايه. طيب بيقول لي هنا السكريشن اوف الجروث هرمون is decreased in childhood. what will happen؟ اللي هيحصل البادي stops growing، هيوقف نمو and the person become a dwarf، هيصبح قزم. طب العكس، لو السكريشن اوف الجروث هرمون is increased in a childhood يعني زاد اثناء مرحله الطفوله، a continuous growth in limb bone occurs so the person become a giant، يصبح عملاق كده وكبير. طيب بعد كده هتكلم على حاجه اسمها الثايرويد جلاند. زي ما انتم شايفين كده الثايرويد جلاند دي بتبقى يعني شكلها على حرف الاتش. يعني انا لو عندي كده التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، وزي ما قلت لكم اعذروني في الرسم عشان انا مش شاطره فيه نهائي، بس انا هحاول برضو ارسمها لكم تحدي لحد ما اتعلم الرسم. بصوا كده، ده مين؟ دي التراكيه. يعني ايه التراكيه؟ القصبه الهوائيه. واحنا المفروض بنرسم ايه يا شباب؟ الثايرويد جلاند اهي شبه الفيونكه كده او حرف الاتش. طيب الونها لكم بقى عشان تبقوا شايفينها كويس. بصوا كده الجزء ده كده، يبقى الجزء ده ايه يا شباب؟ ده الثايرويد جلاند بتاعتي. طب زي ما احنا شايفين الثايرويد جلاند دي مكانها فين؟ دي in front of the neck. يعني ايه in front of the neck؟ يعني هنا عند الرقبه، في الجزء ده كده عند الرقبه. in the both sides of trachea، على جانبي التراكيه. يبقى in front of the neck، قدام هنا القصبة الهوائية، هي in front قدام كده، ومالها at the two sides of trachea، على جانبي التراكيه. طيب يبقى ده الديسكريبشن بتاعها two loops linked together by small part، ان هي عبارة عن فصين متصلين ببعض فين؟ بجزء صغير اللي هو السمول بارت في النص. يبقى احنا قلنا مكانها كلوكيشن ان هي موجوده in front of the neck at the two sides of trachea. طيب الديسكريبشن two loops connected together by a small part، عباره عن لوبس ومتصلين ببعض بحته لحم كده صغننه. خلاص؟ طيب وده اللوكيشن بتاعها in front of the neck at both sides of trachea. طيب السكريشن قال لي ان الثايرويد جلاند secrete two hormones ثايروكسين كالسيتونين، ثايروكسين كالسيتونين، ثايروكسين كالسيتونين. طيب ثايروكسين جايه من ايه؟ جايه من الثايرويد جلاند. طب الثايروكسين ده بيعمل ايه؟ It plays a main role in food assimilation process. يعني ايه باختصار food assimilation process؟ يعني liberate the energy from the food. liberate the energy from the food يعني انت اكلت اكل حلو، انا المفروض ان انا عايزه اخدم البادي سيلز، عايزه كل السيلز اللي في جسمي تتغذى، فاخد الانرجي اللي موجوده في الفود واديها لهم، بحيث ان انا يبقى عندي البادي كله عنده طاقه. يبقى هنا فود اسيميليشن بروسيس. يبقى الثايروكسين هرمون ده بيعمل ليه دور مهم جدا جدا في الفود اسيميليشن بروسيس. يعني ايه فود اسيميليشن؟ يعني لايبريت، بيخرج الانرجي من من الفود. طيب مين اللي بيساعد الثايروكسين هرمون ده؟ في عندنا element اساسي جدا اسمه الايودين. الايودين ده بيجي منين؟ لو انت واقف قدام البحر بتشم هوا البحر كله ايودين، تاكل سمك كتير ده فيه ايودين. الايودين بيدخل في الاستراكشر اوف الثايروكسين هرمون، يبقى هو عنصر اساسي في تكوين مين؟ الثايروكسين هرمون. طب لو مفيش ايودين مفيش ثايروكسين هرمون، فانا يحصل عندي هرمون ديس اوردر، خلل هرموني. ليه؟ لان هيبقى عندي decrease in the secretion of الثايروكسين هرمون. نسبة الثايروكسين هرمون هيحصل لها هتقل. يبقى أول حاجة الثايروكسين هرمون عنده مين رول أو بيعمل food assimilation help in the food assimilation process، يعني liberate الانرجي من الفود.
طيب هنا يجي لي give reason ان البلاد must contain الايودين. ليه لازم البلاد بتاعي يكون فيه ايودين؟ عشان الايودين enters in the structure of الثيروكسين هرمون. من غير الايودين مش هيكون في ثيروكسين هرمون which play important role in the food assimilation process. فبالتالي لو ما عنديش ثيروكسين هرمون ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى في حاجه اسمها food assimilation process، يعني مش هقدر ان انا اخرج الطاقه منين؟ من الاكل بتاعي. طب تاني هرمون عندي اسمه كالسيتونين هرمون، طبعا جاي من اسمه كالسيوم، يعني كنترول الليفل اوف الكالسيوم ان ذا بلاد. بيعمل كنترول لايه يا شباب؟ بيحافظ على كميه الكالسيوم في الدم. يبقى كنترول الليفل اوف ذا كالسيوم ان ذا بلاد. يعني ايه؟ ازاي؟ يعني انا دلوقتي انا اكلت حاجه، شربت لبن، اللبن فيه كالسيوم، اللبن ابتدى ان هو بينزل طبعا في الدم، فانا عايز البونز بتاعتي تتغذى. هبتدي ان انا اخد الكالسيوم اللي موجود في البودي احطه فين؟ احطه في البونز بتاعتي. طيب انا جيت بقالي فتره كبيره ما بشربش لبن ومفيش اي كالسيوم بيدخل جسمي، هبتدي ان انا اعمل ايه؟ بسحب الكالسيوم تاني من البون واخدها ايه؟ تدخل جسمي، ما انا مش هعيش من غير كالسيوم. يبقى انا كده بعمل كنترول للايه؟ للليفل اوف الكالسيوم ان ذا بلاد. ما بسيبش البلاد من غير كالسيوم. والله انا عندي كالسيوم زياده، ابتدي احطه فين؟ احطه في البونز تتغذى. طب انا جسمي ما فيهوش كالسيوم، ابتدي اسحب الحاجه اللي انا مش انا اديتك حاجه انا جاي اخدها تاني. يبقى ده الكالسيتونين هرمون بيعمل كنترول للليفل اوف كالسيوم ان ذا بلاد. يبقى احنا كده فهمنا الثايرويد جلاند دي بتفرز تو هرمون، ثايروكسين وكالسيتونين، ثايروكسين كالسيتونين. طيب الثايروكسين help in food assimilation process. طب الكالسيتونين control the level of الكالسيوم in the blood. طيب من غير الايودين elements، من غير الايودين ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى عندي ثايروكسين هرمون. طب انا لو ما عنديش ثايروكسين هرمون مش هيكون عندي حاجه اسمها فود اسيميليشن بروسيس. يبقى انا لازم اكل حاجات فيها ايودين عشان يبقى عندي الثايروكسين هرمون. طب تعالوا نرجع للديسكريبشن. شكلها two loops connected together by small part. طيب مكانها فين؟ in front of the neck at the both sides of trachea، يعني قدام الرقبة على جانبي التراكية زي ما انا رسمها لكم كده زي الفيونكة او حرف الاتش. طب يا ميس انت اتكلمتي على الهرمونز، اتكلمتي على الايودين، فهمتينا ايه لازمة الايودين ده enters in the structure of الثايروكسين هرمون. طيب هل انا عندي الديزيزز، الامراض اللي هتيجي من الهرمون ديس اوردر او الثايروكسين هرمون ديس اوردر؟ قلت لك اكيد الثايروكسين هرمون ده عند ناس قليل وعند ناس كتير. طب تعالوا نشوف كده الديس اوردر ايه اللي هيحصل. اول حاجه لو انا عندي decrease in the secretion of الثايروكسين هرمون، يعني نسبه الثايروكسين هرمون في الدم مالها قليله، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة اسمها السيمبل جويتر. يعني ايه السيمبل جويتر؟ ان انا هلاقي enlargement of الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند بتاعتي بتبتدي تتنفخ، والنك بتاعتي كمان بتبتدي تكبر، الرقبة بتاعتي بتكبر نتيجة ان الثايرويد جلاند هي كمان ايه؟ كبرت، حصل فيها enlargement. طب حد هيجي يسألني سؤال، طب هو الثايروكسين هرمون ده قل من ايه؟ لسه قايله لك من شوية بسبب الايودين. يبقى ايه المشكله؟ الايودين، ليك اوف ايودين. طب الايودين لو قل الثايروكسين هرمون هو كمان ايه؟ هيقل. يبقى انا لازم اكل حاجات فيها ايودين عشان ما يحصلش عندي هرمون ديس اوردر. يبقى تعالوا نشوف مع بعض. يبقى الديكريز ان، يبقى هنا ديكريز في السكريشن، ديكريز ان السكريشن، يعني الافراز للثايروكسين هرمون قليل، أو decrease in the secretion of الثايروكسين هرمون due to بسبب إيه؟ lack of iodine، يعني نقص الأيودين from الفود، من الأكل that enters in the hormones structure. طب هنا السيمبتومز بتاعتي أو الأعراض enlargement of الثايرويد جلاند and النك، يحصل انتفاخ في الثايرويد جلاند أهي، والنك بتاعتي تبتدي برضو تتنفخ. طيب يا ميس طب لو في increase في السكريشن للثايروكسين هرمون، وارد طبعا، وارد يحصل زياده في الثايروكسين هرمون تبقى عندي بس بكميات كبيره، يحصل حاجه اسمها اكسوثالاميك جويتر. اكسوثالاميك جويتر، اكسوثالاميك جويتر معناها جحوظ. طيب ايه السيمبتومز اللي ممكن
تحصل من الاكسوفثالاميك جويتر او بسبب الانكريس في السكريشن للثايروكسين هرمون، اللارجمنت برضو للثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند برضو هتتنفخ. طب ممكن يحصل لي ايه كمان؟ يحصل ويت لوس، يعني فقد في الوزن بس بطريقه باينه ظاهره، مش العادي، لا فقد في الوزن كبير رهيب. طب تاني حاجه تنشن، يعني ايه تنشن؟ يعني انت تبقى تنشن كده وعصبي. طيب عندنا ايه كمان؟ حاجه اسمها اكزوفثالموزس، جايه من اكسوفثالاميك جويتر، اسمها اكزوفثالموزس. يعني ايه اكزوفثالموزس؟ شايفين الراجل اللي يخض ده؟ هو ده بالظبط، بيبقى عنده جحوظ في العين اسمها اكزوفثالموزس. اكزوفثالموزس دي حاجه مهمه جدا 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 ما ننساهاش، لان اصلا متسميه اكزوفثالاميك جويتر يعني جحوظ، واكزوفثالموزس يعني جحوظ برضو في العين. يبقى تعالوا نعيد تاني. يبقى انا عندي الثايرويد جلاند يا يحصل ديكريز في السكريشن يحصل ايه يا شباب؟ انكريز في السكريشن. طيب لو ديكريز في السكريشن للثايروكسين هرمون يعمل لي ايه؟ اول حاجه هيعمل لي enlargement للنك وللثايرويد جلاند. طيب الثايروكسين هرمون قل ليه؟ due to lack of الايودين، بسبب الايودين بتاعي قليل. طب لو انا عندي السكريشن كتير يعمل لي حاجه اسمها اكزوفثالاميك جويتر. طب الاكزوفثالاميك جويتر ليه؟ increase in the secretion of الثايروكسين هرمون. طب هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي weight loss، هيعمل لي tension، هيعمل لي اكزوفثالموزس، وهيعمل لي enlargement للثايرويد جلاند. خلاص كده؟ يبقى احنا كده فهمنا الثايرويد جلاند الديسكريبشن بتاعها. الديسكريبشن بتاعها تو لوبس connected together by small part فيونكة، وفي النص بارت صغير موجودة فين؟ in front of the neck at the both sides of trachea، على جانبي التراكية. طيب هنا بيقول لي what happened الديفيشنسي اوف الثايروكسين هرمون سكريشن. لو قال لي يعمل لي ايه؟ سمبل جويتر. لو زاد يعمل لي ايه؟ اكزوفثالاميك جويتر. لو قال لي يعمل لي سمبل جويتر زاد يعمل لي اكزوفثالاميك جويتر. طيب هنتكلم بعد كده على الجلاند اللي بعدها اللي هي ايه؟ البنكرياس جلاند. بنكرياس جلاند. طب البنكرياس جلاند اول حاجه موجوده فين؟ هقول لك موجودة between الستومك and small intestine، ما بين المعدة الستومك والسمول intestine، أي located between الستومك and السمول intestine. طيب السكريشن، احنا قلنا أي endocrine gland تعمل سكريت للهرمون. قال لي دي بتفرز لي هرمونين، انسولين هرمون وجلوكاجون هرمون. يبقى اول هرمون معايا اسمه ايه؟ انسولين هرمون. تاني هرمون معايا اسمه جلوكاجون هرمون. طيب الانسولين هرمون بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ريديوس للليفل اوف الجلوكوز شوجر ان بلاد، بيقلل لي نسبه السكر في البلاد. تعالوا نفتكر ايام زمان كده واحنا في رمضان وايه، خلصنا اكل وبتاع ودخل علينا بعلبه الحلويات، قعدنا ناكل 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 ناكل. ليه؟ الجلوكوز كان قليل جدا في الدم. لما صدقنا نشرب بقى بيبسي واورنج جوس والحاجات دي كلها، ليه؟ لان حاسين فيه هبوط. فهنا انا عندي كلت سكر كتير، اكيد هيروح لمين؟ للبادي سيلز. البادي سيلز عايزه تتغذى. طب اتفضى شويه، هيروحوا فين؟ قال لك لا، انا لازم الانسولين اظبط نسبه الجلوكوز شوجر في الدم. فاحنا هناخد اللي احنا عايزينه والباقي نبتدي ان احنا نرميه فين؟ في الليفر، يتخزن ستورد لفورم ان فورم اوف جلايكوجين. يبقى انا عندي الانسولين هرمون بيعمل ايه؟ بياخد الاكسس جلوكوز يعني السكر الزياده، يبتدي يعمل له ستورج في الليفر ان فورم اوف جلايكوجين. طيب تعالوا نقراها. يبقى هو بيقلل نسبة الجلوكوز شوجر فين؟ في البلاد. كلت سكر كتير هنستفاد بالحاجة اللي احنا عايزينها والباقي نحطه فين؟ نحطه في الليفر. يبقى البودي سيلز بتاعتي بتعمل ايه؟ انا دلوقتي كلت سكر كتير. طب السكر الكتير البودي سيلز هتاخد اللي هي محتاجاه منه والباقي توديه في الليفر. يبقى الليفر ده المخزن بتاعي، او ده المكان اللي انا هخزن فيه باقي السكر الموجود في الدم. يبقى انا كلت سكر كتير، فالانسولين حس ان في حاجه مش مظبوطه، خرج يجري بسرعه. طب خرج يجري بسرعه ينزل، يعمل ايه؟ ريديوس للجلوكوز شوجر ان ذا بلاد، نزل بسرعه نسبه السكر دي في الدم. طب هتعمل ايه؟ قال لك البلاد سيلز كلت اللي هي عايزاه خلاص. طب والباقي هنوديه فين؟ الباقي هنروح نوديه في المخزن. طب مين المخزن بتاعي؟ اللي هو الليفر. طيب يبقى الليفر ده
هل هو هياخد الجلوكوز شوجر زي ما هو؟ لا، قال لك انا هشيله هخبيه في شكل تاني عشان محدش يعرفه. اسمه ايه؟ اسمه الجلايكوجين. يبقى هو خد الجلوكوز اللي موجود في البلد، خدنا اللي احنا عايزينه، نبتدي نودي للمخزن. مين المخزن؟ الليفر. قال لك انا هاخد بقى الشوجر ده بس هسميه ايه؟ اسم تاني، هسميه الجلايكوجين. يبقى هنا البودي سيلز يوز الجلوكوز as source of energy. خد الانرجي او الطاقه، السيل الخليه خدت اللي هي عايزاه، البودي بتاعي استفاد باللي هو عايزه. الليفر سيلز ستور الاكسس جلوكوز، خدت باقي الجلوكوز شوجر in the body in form of الجلايكوجين، في شكل جلايكوجين. طيب احنا عندنا الانسولين هرمون او الجلوكاجون هرمون، الاتنين متفقين واصحاب واخوات ان احنا نعمل كنترول للليفل اوف شوجر ان ذا بلود، هنظبط نسبه السكر في الدم. بس الاتنين عندهم opposite functions، ده بيعمل ريديوس للليفل وده بيعمل ايه؟ increase للشوجر ليفل in the body. طب انا صايم، انا ما اكلتش، حاسس بهبوط، هقع، مش قادر. طب الجلوكاجون ايه اللي يعمله؟ يبتدي ان هو عايز شويه شوجر في الدم، افتكر المخزن اللي احنا كنا مخزنين فيه ايه؟ الاكسس شوجر. يقول لك انا هروح اخد الجلايكوجين اللي متخزن واحوله لمين؟ للجلوكوز شوجر. وبكده انا قدرت اعمل ريزس للليفل اوف جلوكوز شوجر ان ذا بلاد، قدرت ان انا اعلي نسبه السكر عندي في الدم. يبقى الليفر سيلز عملت خد منها، عمل كونفرت للستورد جلايكوجين انتو الجلوكوز شوجر، راح افتكر المخزن كان فيه جلايكوجين، نحوله لايه؟ للجلوكوز شوجر and release it into the blood stream، ويبتدي ان هو يحطه تاني ايه؟ في البلاد، بحيث ان البادي سيلز تبتدي ان هي تتغذى ويبقى عندها طاقه وانرجي، ونبتدي ان احنا نتحرك. احنا صايمين بنتحرك ازاي؟ بالستورد شوجر، بالشوجر اللي متخزن في الليفر، في الحاجه اللي متخزنه عندنا. احنا ما بناكلش فبنبتدي نلجأ لمين؟ للمخزن بتاعنا. طب هنا what happened when؟ ايه اللي هيحصل لما level of glucose sugar in blood increases than a normal level؟ قلنا any increase or decrease in the secretion of hormone will cause hormone disorder، يعمل لي هرمون disorder، خلل هرموني. طيب يبقى البنكرياس gland will respond by secreting insulin hormone. ما ينفعش ان نسبة الشوجر تعلى، مين اللي يجري؟ الانسولين هرمون يجري بسرعة يقلل لي نسبة الشوجر. طيب الليفل اوف الشوجر in the blood decreases than its normal level، قل عن الطبيعي. مين يجري؟ الجلوكاجون. يقول لك لازم اعمل ريزس للليفل اوف الشوجر. يبقى البنكرياس جلاند will respond by secreting الجلوكاجون هرمون، تبتدي ان هي تفرز ايه يا شباب؟ جلوكاجون هرمون. طيب باختصار كده تعالوا كده نكتب الجزء ده ونلخصه باختصار. ان انا عندي البنكرياس جلاند تعمل سكريت لتو هرمونز، لهرمونين. مين ومين؟ اول واحد الانسولين، والتاني الجلوكاجون. طب حلو قوي. اللي بيحصل هنا بنعمل ريديوس للايه؟ الليفل اوف الشوجر in البلد. طب هنا بنعمل ريزس للشوجر ليفل in البلد، بنعلي نسبة السكر في الدم. طيب وبعدين عايزين بقى نعملها بشكل كده خريطة. طيب احنا قلنا الانسولين ده بيعمل ايه؟ الاكسس جلوكوز هيروح فين؟ كونفرت، يتحول into جلايكوجين فين؟ in الليفر، يتخزن في الليفر. طيب بالنسبة للجلوكاجون لا، افتكر الليفر فيروح ياخد الجلايكوجين اللي موجود فين؟ in الليفر وكونفرت ات، يحوله لايه؟
to الجلوكوز. ده كده باختصار. يبقى احنا عندنا الانسولين ياخد الاكسس شوجر، الشوجر الزياده، ويحوله in form of الجلايكوجين ويخزنه في الليفر. طيب هنا لا، الجلايكوجين ده انا افتكرت ان انا ما عنديش سكر، فابتدي ان انا احوله الجلوكوز عشان البادي سيلز تبتدي تشتغل بيه. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض ونشوف الجزء اللي بعد كده. بيقول لي البنكرياس is a mixed gland. give reason ليه البنكرياس دي mixed gland. mixed gland احنا اتكلمنا وقلنا ان الاندوكراين جلاند دي ductless gland. لا، هي بتشتغل ductless gland وبتشتغل duct gland، اتنين. طب تعالوا نشوف لو هي بتشتغل ductless gland هتسكريت ايه؟ سكريت الانسولين وسكريت الجلوكاجون هرمون directly in the blood without a duct. directly in the blood without a duct. طيب دول بيعملوا ايه؟ regulate الجلوكوز sugar level in the blood، بيظبطوا نسبة السكر في الدم. and also it acts as duct gland، بتشتغل على انها duct gland. طب ازاي؟ سكريت حاجة اسمها الدايجستيف جوس. digestive juice to البنكرياتيك duct. طيب help in ايه؟ digestion process. يبقى انا عندي الدكت جلاند دي عندها خرطوم، عشان كده سميتها دكت جلاند. طيب بتبتدي ان هي تعمل ايه؟ بتفرز حاجه اسمها الدايجستيف فود، الدايجستيف جوس. طيب الدايجستيف جوس دي بتعمل ايه؟ بتهلب ان الدايجيشن بروسيس في عمليه الهضم. يبقى هي ميكسد جلاند عشان هي دكتلس جلاند وفي نفس الوقت شغاله دكت جلاند. طيب وبعد كده قال لي طب هي دبل فانكشن جلاند، يعني الجيف ريزون التاني ان هي دبل فانكشن. هي فعلا دبل فانكشن عشان بتفرز تو هرمون، it secretes two hormone which has opposite functions، يعني عندهم وظائف مختلفة opposite، اتنين عكس بعض. يبقى because البنكرياس secrete الانسولين هرمون and الجلوكاجون هرمون and the function of each hormone contradicts، يعني بيتعارض مع مين؟ الفانكشن of the other، او عكس الفانكشن بتاع التاني. يبقى انا عندي كده اول حاجه الانسولين عكس الجلوكاجون، عشان كده سميت البنكرياس دبل فانكشن جلاند، يعني جلاند تعمل وظيفتين عكس بعض. بعد كده يا شباب ايه اللي هيحصل لو انا عندي increase او عندي decrease في الهرمون سكريشن اللي هو اسمه هرمون ديس اوردر؟ تعالوا نشوف مع بعض. قال لي on occurrence a disorder in the secretion of الانسولين هرمون، لو حصل ان الانسولين هرمون ده اللي حصل فيه قل، يعني نسبة السكريشن بتاعته افرازه قلت. طيب from البنكرياس gland will lead to infection with diabetes disease، يعمل لي مرض السكر. طب ده ناتج عن ايه؟ ان عندي شوجر كتير في البلد، increase الليفل اوف شوجر او الجلوكوز شوجر في البلد بسبب ايه؟ ان السكريشن اوف الانسولين هرمون قليل جدا. طيب يبقى الدايابيتس ديزيز it is a disease caused by decrease in the secretion of الانسولين هرمون، يعني الانسولين هرمون نسبته قليله which lead to increase the level of glucose sugar، هيعلي لي نسبه الجلوكوز sugar in blood and its existence in the urine، وهيفضل طبعا في البول. يبقى احنا فهمنا لو حصل اي خلل في الانسولين هرمون يعني النسبة بتاعته قلت يعمل لي ديزيز اسمه diabetes disease. It is a disease caused by decrease in the secretion of the insulin hormone، بسبب ان الانسولين هرمون بتاعي قليل which lead to increase the percentage of the glucose sugar in blood، نسبة السكر بتاعتي هتزيد في الدم and in the urine. طيب reasons decrease في السكريشن in the insulin hormone، قلة الانسولين هرمون او السكريشن افرازه lead to ان السيلز are unable to use الجلوكوز. طيب السيمبتومز انا هعرف منين او اشك ازاي ان انا عندي مرض السكر؟ طبعا بعد الشر علينا كلنا، الفيلينج فيري thirsty، ان انت دايما تحس ان انت عطشان. وتاني حاجه multiple urination times، ان انت كل شويه بتدخل الايه؟ التويلت. يبقى ان انت عطشان دايما وبتدخل التويلت على طول، يعني تكرار كتير، يعني مرة كتير في اليوم يعني. طيب يبقى احنا كده خلصنا البنكرياس جلاند
قلنا ان هي بتفرز 2 هرمونز، انسولين هرمون وجلوكاجون هرمون. عرفنا الديس اوردر لو حصل decrease في السكريشن of الانسولين هرمون lead to increase in the secretion increase in the glucose level in the blood، فده يعمل لي حاجه اسمها الدايابيتس ديزيز. بصوا كده بقى احنا ابتدينا ندخل على الجلاندز الخفيفه الجميله، مع انه والله كلهم خفاف بس يعني ايه خفيفه ما فيهاش رغي كتير. طيب التو ادرينال جلاندز، فين التو ادرينال جلاندز دول؟ adhering to الكدني، adhering to الكدني يعني هم بصوا الجزء اللي فوق الكدني هو الجزء ده. يعني انا لو عندي الكدني كده طبعا في الرسم رهيبه اهي الكدني بتاعتي، هي بتبقى مكانها فين؟ بيبقى مكانها فوق كده، دي الادرينال جلاند، دي الجلاند بتاعتي. يبقى هنا لما باجي بوصفها بقول اللي هي adhering the kidney، فوق الكليه، يعني ماسكه في الكليه من فوق. طيب وبعدين الادرينال جلاند سكريت ايه؟ جايه من اسمها ادرينال جلاند سكريت ادرينالين هرمون. طبعا كلنا سمعنا على الهرمون ده، ادرينالين هرمون، ادرينالين هرمون. طيب الادرينالين هرمون بيعمل ايه؟ stimulate البادي organs to respond to الامرجنسيز. يعني انت دلوقتي كلب بيجري وراك، ابتدي ان انا اعمل ايه؟ stimulate، يعني بحفز البادي organs ان هي تشتغل، هتقوم قايله لي قوم اجري على طول. فده الادرينال جلاند اللي هو دايما يقولوا ان بيشموا الكلب او بيعرف ان انت خايف، او هنا هو بيحس الكلب ان انت خايف بسبب ردة فعلك. يبقى انا عندي الادرينالين هرمون ده بيشتغل ان هو يعني يخليك انت ليك ردة فعل، يحفز الاورجنز بتاعتك ان هي تو ريسبوند، ترد على الحاجة اللي هي شايفاها، سواء هي ايه يا شباب؟ emergencies like fear، خوف، anger او غضب او emotion. خلاص كده يبقى الادرينال جلاند adhering the kidney، فوق الكدني. طيب it secrete ادرينالين هرمون، ادرينال جلاند ادرينالين هرمون. طب الادرينالين هرمون بيعمل ايه؟ stimulate البادي اورجنز، بيحفز الاعضاء ان هي تعمل ايه؟ respond، ان هي ترد at emergencies. ايه الامرجنسيز؟ زي الفير، زي الانجر، زي الايموشن. emergencies يعني الحاجات الطارئه. بعد كده حبايبي بيقول لي man is exposed to fear and horror. لو انا في شخص اتعرض لرعب لخوف، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان البيتيوتري جلاند، لو احنا نفتكر في الاول ان هي بتفرز activating هرمون للادرينال جلاندز، يبقى هي بتفرز activating هرمون للادرينال جلاندز. طب بتفرز activating هرمون يعني هرمون يروح يعمل activate للادرينال جلاندز تو سكريت ادرينالين هرمون عشان تخرج الادرينالين هرمون. فبالتالي البادي اورجنز تعمل ايه؟ تعمل ريسبوند للامرجنسيز، تبتدي تاخد ردة فعل، مثلا ان انا ايه؟ هقوم اجري، فده ردة فعل. يبقى هنا what happened لما man is exposed to fear and horror pituitary gland responds by secretion of الادرينال glands activating هرمون. طب الاكتيفيتنج هرمون هيروح لمين؟ للادرينال جلاندز، هتعمل سكريشن للادرينالين هرمون. الادرينالين هرمون يروح يحفز البادي اورجنز تو ريسبوند، ان هي ترد على الطوارئ الامرجنسيز. قلنا زي مين؟ 3 حاجات، زي الفير الخوف، زي الانجر الغضب، وزي الايه؟ الايموشن. طيب يا شباب شفتوا الادرينال جلاند سهله جدا جدا جدا. قلنا اول حاجه adhering the kidney، فوق الكدني، بتفرز ادرينالين هرمون. ادرينالين هرمون بيعمل ايه؟ بيستيميليت البادي اورجنز، يخلي البادي اورجنز تعمل ايه؟ ريسبوند، ترد على الامرجنسيز. حاجه بتجري وراك، انت هتبتدي تاخد رد فعل وايه؟ وتجري، فده ردة فعل. طيب بعد كده عندنا اخر جلاند اسمها الريبرودكتيف جلاندز او السكشوال جلاندز. اي ريبرودكتيف جلاند او اسمها سكشوال جلاند. طيب الريبرودكتيف جلاند في الميل عندي التو تيستس، يبقى في الميل ايه يا شباب؟ التو تيستس. طب في الاوفري عندي في الفيميل عندي التو اوفرز، يبقى في الميل التو تيستس، في الفيميل التو اوفرز. طب التو تيستس بيعملوا سكريشن لهرمون اسمه تستوستيرون. تستوستيرون يبقى هو جاي من اسمه تو تيست سكريت تستوستيرون هرمون. طيب ايه الامبورتنس بتاعته؟ مسؤول عن appearance of male secondary sex
كاركترز. يبقى responsible for ايه يا شباب؟ الابيرنس، ظهور الميل 6 كاركترز. يعني ايه ظهور الميل 6 كاركترز؟ اللي هي زي ايه مثلا؟ الدقن عند الولد لما بيكبر، صوته مثلا بيبتدي ان هو يخشن. مين اللي مسؤول عن كل الكلام ده؟ هو التستوستيرون. يبقى appearance of الميل secondary 6 characters. طب بالنسبه للتو اوفرز عند الفيميل بيفرزوا 2 هرمون، اتسكريت 2 ايه هرمونز. اول حاجه الاستروجين هرمون، تاني حاجه البروجستيرون هرمون. يبقى التو اوفرز عند الفيميل استروجين بروجستيرون، استروجين بروجستيرون، استروجين بروجستيرون. طب الاستروجين بيعمل ايه؟ responsible for appearance of male secondary sex characters. يبقى responsible for appearance of female secondary sex characters. زي ايه؟ ان البنت لما بتكبر تلاقوا صوتها بقى خفيف مش زي الولد طبعا، وهكذا. طيب بالنسبه للبروجستيرون هرمون، لا البروجستيرون هرمون بيعمل فانكشن تاني خالص. بيعمل ايه؟ بيحضر اليوترس. اليوترس ده الرحم، يبقى بيعمل لايننج لليوترس. يعني ايه لايننج لليوترس؟ يعني يبتدي ان هو يغلف الرحم، يعني يقوي بطانه الرحم بالبلاد فيزلز. ليه؟ عشان تستقبل البيبي. يبقى هنا البروموتس بيحفز الجروث اوف الاندوميتريوم. الاندوميتريوم اللي هي بطانه الرحم، اللي هي اسمها لايننج اوف اليوترس. ان انا ابتدي ده بيت لازم اهتم بيه كويس جدا 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 من جوه. ضيف جاي لك لازم اظبطه ومش عارف ايه، هو البيبي ده الضيف. لازم اعمل لايننج لليوترس، لازم اخلي الاندوميتريوم ده قوي عشان يستحمل البيبي طبعا وهو بيكبر. يبقى البروجستيرون بيعمل بروموت، بيحفز الجروث اوف الاندوميتريوم، بطانه الرحم لازم تبقى قويه، لازم تبقى متينه. طيب الاستروجين responsible for appearance of الفيميل secondary 6 ايه characters. يبقى احنا كده شفتوا خلصنا الريبرودكتيف جلاندز او السكشوال جلاندز. قلنا عند الميل سكريت تستوستيرون هرمون، عند الفيميل 2 هرمون، استروجين بروجستيرون، استروجين وبروجستيرون. طب عند الميل التستوستيرون بيعمل ايه؟ responsible for appearance of male secondary 6 characters، male secondary 6 characters. طب بالنسبه للفيميل الاستروجين بيشتغل زي التستوستيرون، اللي هو بيعمل ايه؟ appearance للفيميل secondary 6 characters. طيب بالنسبه للبروجستيرون بيعمل بروموت او جروث للاندوميتريوم، او بيعمل لايننج لليوترس، يعني بيخلي بطانه الرحم قويه. ده كده الريبرودكتيف ايه يا شباب؟ الريبرودكتيف جلاند. طيب بصوا يا جماعه الحته دي كده، لو تفتكروا معايا الجروث هرمون لما اتكلمنا عليه، اللي هو secreted by البيتيوتري جلاند especially التو لوبس. اللي حصل المفروض ان انا اتكلمت وقلت لو حصل ديكريز في السكريشن في الجروث هرمون يخليني البيرسون دوارف. يعني ايه دوارف؟ يعني قزم. طب هل احنا مش هنتدخل؟ لا، قالك احنا المفروض نتدخل. طب نتدخل ازاي؟ تعالوا نشوف. بصوا كده، قال لي ان البيتيوتري جلاند in the body of a dwarf person secrete extremely small amounts of growth hormone. يبقى ايه سبب ان في person dwarf؟ بسبب ان الجروث هرمون قليل. متفقين؟ طيب in the past الساينتست treated these people by injecting them with human growth hormone. كان زمان بيبتدوا ان هم ايه؟ يحقنوا الناس دي خارجيا بجروث هرمون. طيب بيجيبوه منين؟ extracted from recently dead corpses of children's body. يبقى بيجيبوا اجسام الاطفال اللي ماتت ويبتدوا يسحبوا منه الجروث هرمون عشان يحقنوه لشخص هم شايفين ان هو قزم، فيبتدوا ان هم يلحقوه ويحقنوه بالجروث هرمون. طيب بس هم لقوا ايه؟ قال لي ان الاماونت اوف الجروث هرمون اللي هم جابوها باي ذيس ميثود بالطريقه دي were extremely not enough، مش كافيه. in addition to possibility of containing some microbes، ان ممكن وانا بجيب الجروث هرمون ده يبقى شايل مايكروبس وفيروس which may cause، هيعمل لي infection، اصابه by various diseases. طب احنا بنحل ولا بنبوظ اكتر؟ احنا عايزين نحل. فانا ما ينفعش ان انا اروح اجيب جروث هرمون ويبقى شايل ميكروبس فيعمل لي ديزيز في الهيومن او للبادي اوف الهيومن للشخص ده، يبقى انا كده اذيته بدل ما انا بصلح ببوظ الدنيا اكتر. طيب قال لي
ايه اللي حصل؟ قال لي ان احنا ابتدينا نتدخل بحاجه اسمها الجيناتيك انجينيرنج تكنولوجي، اللي هي الهندسه الوراثيه. الساينتستس manufactured sufficient amount of a growth hormone by inserting the human genes that carry instructions for information of a growth hormone into bacterial cell. طب ايه الكلام ده؟ احنا المفروض ان احنا اتجهنا بالجيناتيك انجينيرنج، الهندسه الوراثيه، ان احنا نبتدي بقى ايه، عايزين نزود الجروث هرمون، بس مش بالطريقه القديمه، بالطريقه الحديثه. طيب قلنا احنا هنروح نجيب الجين اللي مسؤول او اللي عنده معلومات الجروث هرمون فين؟ في الهيومن. طيب ونجيب الجين اللي موجود في البكتيريا، ونبتدي ناخد الجين اللي انا جبته من الهيومن نعمله انسيرت للجين اوف البكتيريا. طيب يبتدي الجين اللي انا حطيته في البكتيريا يبتدي يحصل ايه؟ يعني يفضل يزيد 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 مع الوقت. طب ماشي، بعد ما زاد، طب ما هو كل ما بيحصل ديفيجن كل ما الجروث هرمون اللي انا حطيته هو كمان النمبر بتاعه بيبتدي يزيد والاماونت تبتدي تزيد، فبالتالي انا كده قدرت ان انا اعمل obtaining او حصلت على كميه كافيه من الجروث هرمون. طيب تعالوا نشوف الحته دي. In this way, they were able to produce and collect large amounts of human growth hormone by great number of البكتيريا. كل ما عدد البكتيريا زاد كل ما الجروث هرمون زاد. In which this gene was inserted. This hormone was refined and tested. جابوا الهرمون ده وعملوا له تيست. طبعا الريسيرشز الابحاث conducted on this hormone proved its validity to the human use. يعني جابوه وشافوا تأثيره ايه على البودي، او ان هو هل هو صالح للهيومن ولا لا. لقوه ان هو صالح للهيومن، وقدرنا ان احنا نعالج بيه ال children of the limited growth، اللي هم ال children اللي عندهم dwarf. طيب تعالوا كده نشوف يعني صورة كده بحيث ان احنا ايه نستوعب. بصوا كده معايا اهي، دي البكتيريا سيل ودي الهيومن سيل او سي مثلا انيمال سيل. طيب ايه اللي حصل؟ سيبريشن الدي ان ايه اوف البكتيريا. ابتديت ان انا اجيب جين او دي ان ايه اوف البكتيريا وبعمل سيبريت للهيومن جين كاري الانستراكشنز، الجين اللي شايل معلومات الجروث هرمون جوه الهيومن. طيب ابتدي ان انا اخده واعمل له انسرتنج في الايه، انسرتنج للبكتيريا الدي ان ايه. وبعد كده ايه اللي حصل؟ introducing ال DNA which carries الجين into البكتيريا. ابتديت ان انا ادخل الجين ده جوه البكتيريا زي ما احنا شايفين كده من الصوره دي. حصل ايه؟ حصل multiplication of الجروث هرمون. الجروث هرمون ابتدى ايه؟ يزيد through the multiplication of البكتيريال سيل. كل ما البكتيريا سيل تزيد كل ما الجروث هرمون بيزيد. بعد كده عملت ايه؟ separation and purification. ابتديت ان انا اعمل separation يعني افصله، و purification ان انا اعقمه of الجروث هرمون. وبعد كده اخر حاجه عندنا ان انا using الجروث هرمون in treatment of الدوارف بيرسون، ان انا استخدم الجروث هرمون واحقن بيه مين؟ الدوارف بيرسون. فدي كده حاجه اكسترنال الهيومن هو اللي اتدخل فيها بالايه؟ بالجيناتيك انجينيرنج اللي هي الهندسه الوراثيه. حبايبي وكده نكون خلصنا الليسون بتاعنا. اتمنى يكون ليسون جميل وظريف. هو ليسون خفيف قوي، محتاج بس ان انت يعني تحفظه وتفهمه زي ما انا قلته لك. وطبعا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه، خلصنا المنهج بتاعنا وانت تعبت وانت قدها. تعبك طبعا مش هيروح في الارض. ذاكر وراجع، وطبعا خليك معايا وافضل متابع. متنساش تعمل سبسكرايب، ولو عندك اي كومنت ابعتلي، وان شاء الله نكون مع بعض نعمل مع بعض مراجعه حلوه. وانت زي ما قلت لك انت شاطر، وهتقفل لي ماده الساينس وهتفرحني وتكتب لي في الكومنتس ان انت مقفل وظبطت الدنيا. وانا مبسوطه بيكم وبتعبكم، انتوا تعبتوا معايا. وطبعا انا بحب الناس اللي بتسالني دايما وبيبقوا عايزين يعرفوا اي حاجه وبتتابع. وميرسي على اي كومنت حلو جالي من اي طالب. طبعا انا بشوف الحاجات دي بنفسي وانا اللي برد عليها. وشكرا جدا ليكم، مع السلامه.